طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. جهود للسيطرة على الجراد في مديرية فورت ساوا. خدمات صحية فاعلة في مستشفى عصب. سيمينار حول مكافحة الجرائم والحوادث في الإقليم الجنوبي. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بلاستيا غير محدد. بكين ستسحق أي انتهاك لسيادتها في بحر الصين الجنوبي. حرائق ضخمة تدمر عشرات المنازل وتجتاح آلاف الهكتارات في قرب لوس أنجلوس. إلى التفاصيل. تجرى جهود حسيسة للسيطرة على الجراد في منطقة تامرات بمديرية فورت ساوا بإقليم الغاش بركا بإشراف المهنيين الزراعيين ومشاركة المواطنين وأفراد قوات الدفاع الإريترية. وأوضح الخبراء المشرفين على العمل أن أسراب الجراد التي تنتشر في تلك المنطقة بشكل متفاوت هي جزء من الأسراب المنتشرة في برار الإقليم أثناء موسم الشتاء، مشيرين إلى قيامه بأعمال ناجحة عبر رش المبيدات بدعم الآليات للسيطرة على تلك الأسراب قبل وصولها إلى مرحلة الطيران والإضرار بالمزارع والأشجار. وذكر منسق حملة الوقاية من جراد الأشجار السيد إفريم عقبازقي أن الخطوات المتخذة منذ نهاية أغسطس المنصرم للسيطرة على الجراد المنتشر في برار الإقليم أدت إلى تدمير الأسراب التي كانت منتشرة في 52 هكتارا. وفي الختام أوضح السيد إفريم أن العمل المتمثل في الآليات الرش على سيارتين والآلات الأخرى محملة على أكتاف المواطنين مانحا المزروعات الأولوية ظل ينجز مهاما فاعلة، داعيا المجتمع عامة والمزارعين والرعاة وأفراد قوات الدفاع خاصة القيام بمتابعة محيطهم تحسبا لظهور أسراب جراد مماثلة، وكذلك إبلاغ أقرب مكتب زراعة أو إدارة في حال ظهور أسراب مماثل. أفاد مدير مستشفى عصب الدكتور علي حالو بأن المستشفى يقدم خدمات جيدة نتيجة المعدات الطبية الحديثة. وأوضح أن المستشفى يقدم خدمات للمرضى من جميع أنحاء الإقليم جنوب البحر الأحمر، ويجري تدعيمه بالموظفين والمعدات من وقت لآخر لمواكبة ارتفاع أعداد المرضى. وذكر أن الاستثمار في أجهزة المختبرات والعلاج الطبيعي وطب الأسنان والأشعة السينية والكيميائية وغيرها من المعدات ساعد المواطنين في الحصول على خدمات متكاملة. وأشار إلى القيام ب 153 عملية جراحية كبرى وصغرى في المستشفى هذا العام. وقال أنهم سيواصلون العمل مع المجتمع والشركاء لضمان بيئة صحية وصحة الأمهات والأطفال. يعمل في مستشفى عصب 120 مهنيا في المجال الصحي، من بينهم 5 أطباء. وجه مكتب الصحة في مديرية تسني دعوة لتعزيز دور المجتمع لمكافحة الملاريا عامة وأمراض المياه خاصة. وأوضح مسؤول المكتب السيد قبري والتخستي في السيمينار الذي عقده يوم 4 سبتمبر بأن من المعتاد ظهور الأمراض المعدية نتيجة غزارة الأمطار، ويجب الدفع بأنشطة إصحاح البيئة لكونها من وسائل المكافحة الأساسية للأمراض. وأكد أن الاستخدام السليم للدورات المياه والناموسيات والنظافة البيئية وتغطية الآبار والخزانات ورش المبيدات الحشرية في المنازل هي من الإجراءات الوقائية المعروفة، مضيفا أنه يجب على المجتمع العمل بالتنسيق مع المؤسسات الصحية في تنفيذها. من جانبه دعا مدير مديرية السنية السيد سيون قبريوسوس إلى زيادة دور إدارات الضواحي ولجان القرى لضمان صحة المجتمع. وأكد المشاركون على استعدادهم للعمل على مكافحة الأمراض الناجمة عن انعدام النظافة، منادين لمواصلة رش المبيدات الحشرية المتوقفة في مدينة تسني واستبدال حاويات النفايات القديمة بأخرى جديدة وإدارتها بشكل سليم، وتوفير وسائل التحليل والأدوية للمرضى الجوالين، وإخراج المواشي من المدينة.
احتفل الإريتريون المقيمون في بريطانيا يومي 8 و9 سبتمبر في مدينة لندن بذكرى 63 لبدء النضال التحرري للشعب الإريتري تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. وفي الحفل الذي حضره عدد كبير من الإريتريين قال القائم بأعمال السفارة الإريترية في بريطانيا وإيرلندا السيد صالح عبد الله أن الفاتح من سبتمبر إعجاز بطولي أطلق فيه القائد البطل حميد إدريس عواد الطلقة الأولى إذانا ببدء كفاح الشعب الإريتري المسلح للقضاء على الاستعمار. وتخلل الاحتفال مناشط ثقافية وفنية. من جهة أخرى عقد تنظيم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مدينة أويل بجنوب السودان مؤتمره الأول. وأوضح سفير إريتريا لدى جمهورية جنوب السودان السيد يوهانس تخلميكيل في المناسبة أن الشباب يصنعون التاريخ في تأمين وبناء البلاد نتيجة انتقال القيم ونمت خلال النضال من أجل الحرية إلى جيل متسلمي الأمانة. ودعا رئيس الجالية الإريترية في أويل السيد تخليد بيان الشباب على تعزيز تنظيمهم ولعب دور قيادي في بناء بلدهم كون تاريخ إريتريا هو تاريخ الشباب. وانتخب المشاركون هيئة تنفيذية مكونة من 13 عضوا مؤكدين الوفاء بمتطلبات البلاد. في غضون ذلك احتفل الإريتريون في مدينة أويل بجنوب السودان بذكرى 63 لبدء نضال الشعب الإريتري بفعاليات عكست هذا التاريخ. عقد قائد شرطة الإقليم الجنوبي العقيد ميكيل تخلية سيمينارا لسكان مديريتي عالدقيح وسنعفل لرفع دور المجتمع في مكافحة الجرائم والحوادث. وأوضح فيه أن السلوكيات الخارجة عن القانون والسلوك غير الحميد تدفع الأفراد إلى ارتكاب الجرائم والتهاون والتسبب في الحوادث المختلفة. وذكر أنه قد تم تسجيل 79 جريمة و277 مخالفة قانونية في المديريتين، وأن معظم المتسببين من الشباب، موصيا المجتمع والجهات المختصة بالتكاتف لتوعية وتوجيه الشباب. وأوصى السائقين على اتباع الإرشادات واحترام اللافتات المرورية للحد من الحوادث، والآباء على مراقبة أبنائهم لكي لا يتعرضوا إلى حوادث الغرق والسيول في محاولتهم للاقتراب أو السباحة، خاصة مع هطول الأمطار الغزيرة. وقدم المشاركون آرائهم في الختام تكثيف السيمينارات الهادفة لتوعية الشباب وفرض عقوبات صارمة للمخالفين. نظم قسم مراقبة الخدمات بإقليم القاش بركة سيمينارا في مديرية غونية للمزارعين والعاملين على ضمان توفير الغذاء. وقدم الخبراء شرحا مفصلا عن الأخطاء الفنية التي يقوم بها المزارعين ومنتجي المنتجات الغذائية والزراعية في الإنتاج والمحافظة عليها، بالإضافة إلى تأثيرها البيئي والصحي للإنسان والحيوانات. وأوضحت مسؤولة وحدة متابعة الثروة الحيوانية السيدة مازا نوغوسي بدورها الأضرار التي يسببها استعمال المبيدات الكيميائية للحشرات على البيئة وصحة الإنسان وصحة الحيوانات التي تتناولها، وخفض الإنتاجية، موصية المزارعين لاتباع الطرق السليمة والمحافظة على صحة المواشي. وأوصى المدير التنفيذي لمديرية غونية سيد يمان محاري على توسيع مدى البرامج التوعوية لتصل كافة فئات المزارعين في كل المناطق. فاز الدراج الإريتري والمحترف في صفوف نادي بايك إيد الألماني داويت يماني في ختام بطولة بينجليك 12 بلقب أسد العقبة بعد أن جمع في رصيده 32 نقطة. وصعد الدراج داويت إلى منصات التتويج بعد أن حل بالمركز الأول في المرحلة 10 والأخيرة من الاستحقاق. وإلى جانب داويت، يماني شارك الدراج الهبتار في بطولة بينجليك في نسختها 12 وحل في المركز الثاني. الجدير بالذكر بأن الاستحقاق الذي جرى بمشاركة 130 دراجا يتوزعون على 25 ناديا. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بلاستيا غير محدد باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية دون مزيد
من التفاصيل. وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سيول أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا بلاستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، في حين أطلق خفر السواحل اليابانيون من جهتهم تحذيرا إلى السفن المبحرة في المنطقة. وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا آخر مرة في الأول من يوليو الماضي، لكنها بدأت في إرسال بالونات تحمل القمامة عبر الحدود إلى الجنوب خلال الأيام القليلة الماضية. وذكرت وسائل إعلام كوريا الجنوبية أخرى أن البالونات لم تسبب أي أضرار، إلا أنها دفعت سيول إلى تعبئة فرق الاستجابة الكيميائية. أعلن مسؤول عسكري صيني كبير بأن بلاده ستستحق أي توكل أجنبي ينتهك سيادتها ولا سيما في بحر الصين الجنوبي، متحدثا على هامش منتدى للأمن في بكين. وقال جنرال هاي لي: نأمل أن يبقى بحر الصين الجنوبي بحر سلام، وتوعد بأن الجيش سيسحق بحزم أي توكل أجنبي معاد ينتهك حقوق ومصالح الصين الجغرافية والسيادية والبحرية. ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين واشنطن وبكين التي تطالب بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي. وتعزيزا لمطالبها تنشر الصين سفنا وزوارق سريعة للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي، وحولت فيه مناطق شعاب مرجانية قريبة من الفلبين إلى جزر اصطناعية. اشتدت الأربعاء حرائق الغابات في مرتفعات لوس أنجلوس، وأدت إلى تدمير عشرات المنازل وإتلاف ما يقارب من 20,000 هكتار خلال يوم واحد. وتعد هذه الحرائق من أكبر 3 حرائق خارج السيطرة بالقرب من ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتمكن الحريق من التهام 1600 هكتار سابقا، لكنه توسع ليشمل 19,400 هكتار. وأفاد قائد شرطة لوس أنجلوس روبرت لون بأن 3 أشخاص بينهم أفراد فريقه علقوا في منطقة النائية بالقرب من ماونت بالدي، مشيرا إلى أن جهود الإنقاذ تعرقلت بسبب الدخان الكثيف وإغلاق الطرق. تشكل هذه الحرائق تهديدا مباشرا لعشرات الآلاف من المنازل والمشاريع التجارية، والتي توسعت بسبب موجة الحر التي ضربت المنطقة مؤخرا. ويشهد غرب أمريكا الشمالية بسبب التغيير المناخي تزايدا في الظواهر الجوية القاسية مثل موجات الحر والجفاف والحرائق التي أصبحت أكثر شيوعا وتدميرا. التحمت مركبة الفضاء سوايز MS-26 وعلى متنها رائد فضاء وروسيان ورائد فضاء أمريكي بمحطة الفضاء الدولية. وذكرت وكالة سبوتنيك إن رائدي الفضاء الروسيان وكذلك رائد الفضاء الأمريكي وصلوا إلى المحطة. وسيتعين على رواد الفضاء الروس خلال الرحلة إجراء أكثر من 40 تجربة علمية، 3 منها لم يتم إجراءها من قبل في المحطة. بالإضافة إلى ذلك من المقرر أن ينطلقوا إلى الفضاء الخارجي في ديسمبر 2024. وكانت مركبة الفضاء الروسية سوازو قد انطلقت في وقت سابق إلى محطة الفضاء الدولية ودخلت المدار، كما كان مخططا لها بعد إطلاقها من ميناء الفضاء الروسي في بانكونير بكازاخستان. تذكير بالعناوين مرة أخرى. جهود للسيطرة على جراد في مديرية بورتو ساوا. خدمات صحية فاعلة في مستشفى عصب. سيمينار حول مكافحة الجرائم والحوادث في الإقليم الجنوبي. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بلاستيا غير محدد. بكين ستسحق أي انتهاك لسيادتها في بحر الصين الجنوبي. حرائق ضخمة تدمر عشرات المنازل وتجتاح آلاف الهكتارات قرب لوس أنجلوس.
وصلنا إلى ختام النشرة، في أمان الله.